اهلا بيكم. لسه مكملين في رحلتنا الهجرة بعين الإدارة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن تفاصيل البيعة وشفنا ملامحها وفصصناها حتة حتة من مفاهيم إدارية. لو فاتتك الحلقة ارجع اتفرج عليها، هتلاقيها في الاي فوق او هتلاقيها في الديسكريبشن تحت. وتعالوا بسرعة نقتحم الميتنج ونشوف ايه اللي حصل بعدها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زي ما شفنا حط الاجريمنت بمنتهى الوضوح، كلير كومبليت اند كونسايز. الكلام واضح جدا، الكلام ما ينفعش يؤول، وبالتالي تيك ات اور ليف ات. فكان رد الفعل بمنتهى البساطه ايوه وي ويل تيك ات. ال 75 شخصيه اللي كانوا موجودين في الاجتماع كلهم وبدون استثناء قبلوا الاجريمنت زي ما هي، بدون اي نقاش، بدون اي مفاوضات. باي ان قوي جدا. يس احنا كده عارفين اللايبيلتيز علينا، وايوه احنا مستعدين وقابلين ومقتنعين باللي احنا هنستقبله منك وهنتحمله معاك. وده بالنسبه لهم ده كان قرار صعب جدا، قرار قوي جدا، قرار مرعب. ليه قرار مرعب؟ جماعه احنا النهارده بنتحرك على بدايه مرحله جديده تماما. احنا مش بنتكلم في الدعوة، احنا بنتكلم في بناء وتأسيس دولة كاملة. مش بس كده، احنا بنتكلم في resistant stakeholders أقوياء جدا مش هيسكتوا، هيبدأوا يواجهوا التحرك دون. وبالتالي ممكن يظهر كونفليكتس حقيقية وعميقة ما بين المدينة وبين مكة. بنتكلم عن ترانسفورميشن للمركز القيادة من مكة إلى المدينة. احنا بنتكلم على اورجانيزيشن كامل هيبدأ ينشأ دلوقتي. ده سيمبلي كان رد فعل ال 75 شخصية اللي كانوا موجودين في البيعة. بس هل الموضوع انتهى عند اللحظة دي وخلاص فركش الميتنج انتهى؟ لا نهائي. ايه اللي حصل؟ نظرة القائد بدأت تشتغل تاني. قائد فاهم يعني ايه organizational design، فاهم يعني ايه organizational structure، فاهم يعني ايه ان انا اوزع مهام وادوار عشان يبقى الرولز بتاعتنا كلها واضحة والريسبونسبيلتيز بتاعتنا كلها واضحة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلب منهم تعالوا نبدأ نبني اورجانيزيشن ستراكشر حقيقي، نعمل ديزاين واضح للاورجانيزيشن بتاعتنا. افتكروا يا جماعه الارقام بتتحرك ازاي؟ 6 12 75 موجودين دلوقتي غير اللي ما كانوش موجودين. وبالتالي لو الدنيا اتثابت بصوره عشوائيه الاورجانيزيشن هتنهار. فكان لازم يبقى في ديزاين واضح للاورجانيزيشن، لازم يكون في هيراركي اوف اوثورتي واضح جوه الاورجانيزيشن، لازم يكون في اورجانيزيشن ستراكشر واضح جوه الاورجانيزيشن دي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلب منهم ان هم يطلعوا 12 نقيب منهم، 12 ريبريزنتيف. فانا مش هقدر اشتغل دايركتلي مع ال 75 كلهم، ولكن كل 5 يبقى فيه ريبريزنتيف معاهم. فيطلع من ال 75 دول 12 ريبريزنتيف، 12 فوكال بوينت، 12 سبوك، سنجل بوينت اوف كونتاكت او سنجل بوينت اوف كوميونيكيشن. فاحنا بنتكلم على creating a new structure. فاحنا مش بنتكلم عن مجموعه بتتحرك مع بعضها، لا تعالوا ننظم المجموعه دي في ستراكشر واضح، في اورج شارت واضحه. وبالتالي كل 5 هيكون ليهم الفوكال بوينت بتاعهم. مش بس كده، مش احنا خلاص اخترنا او اكشلي هم اللي اختاروا 75 بالانتخاب ما بينهم من بعض، اختاروا مين ال 12 نقيب او مين ال 12 ريبريزنتيف. انا برضو مش هقدر اتعامل دايركتلي مع ال 12، ستيل 1 to 12 الرقم كبير. طب ايه اللي هيحصل؟ لا تعالوا بقى نطلع من ال 12 كمان ب 1 ريبريزنتيف ليهم. فال 12 كلهم اختاروا من يمثلهم. انتوا متخيلين يا جماعه اورج شارت بتترسم ازاي؟ انتوا متخيلين كوميونيكيشن تشامبيونز بيتم اختيارهم ازاي؟ دي الالفاظ اللي موجوده عندنا النهارده في الاداره، وده اللي كان بيحصل من اكتر من 1400 سنه. يس هي دي المانجمنت موجوده هناك، لكن اسمائها والفاظها موجوده معانا هنا. معانا سنجل بوينت اوف كونتاكت ما بين كل 6، ال 12 كلهم بقى فيه 1 ريبريزنتيف موجود بينهم.
مش بس كده، ده لما جينا نختارهم هم اللي اختاروهم، بقى في انتخاب ما بينهم، وبالتالي بقى في sense of ownership sense of belongingness للمجموعة كلها. Yes, this is our community, this is our organization. ده الاستراكشر اللي احنا اخترناه للاورجنايزيشن بتاعتنا. دول السنجل بوينت اوف كوميونيكيشن، دول الكوميونيكيشن تشامبيونز اللي احنا اخترناهم يتواصلوا ويتكلموا معانا. ده الاورج تشارت بتاعتنا، ده الهيراركي اوف اوثورتي اللي باين عندنا. يس، بدأنا نشوف ديسنتراليزيشن حقيقية، مش الموضوع سنترلايز فيه شخص واحد، لا بدأ يبقى فيه ديسنتراليزيشن، بدأ كل 6 ومعاهم واحد، ال 12 كلهم بيرأسهم واحد، بدأ يبقى فيه كلاريتي للروز والريسبونسبيلتيز، بدأ يبقى فيه هيراركي اوف اوثورتي، واضح مين بيريبورت لمين ومين بيكوميونيكيت مع مين، الكوميونيكيشن تشانلز هتتحرك ازاي بيننا وبين بعضنا. بدأنا ندور على the most effective way to communicate ما بين الليدر والبيز اللي شغال على الارض. الهيراركي اتبنى، الاورج تشارت اتبنت، الاستراكشر اتبنى، الليفلز اوف اوثوريتيز بدات تبقى واضحه، في سبيكس بيرسون شغال، هو اللي بيقدر يتكلم. طب مين الشخص اللي اختاروه دون؟ الجميل ان هم اختاروا ان الشخص الممثل للمجموعه كلها بال12 هو اسعد ابن زراره. فاكرينه اتكلمنا عنه؟ بقى هو دون المتحدث الرسمي، هو ده السنجل بوينت اوف كونتاكت اللي بيكوميونيكيت مع كل الاطراف الثانيه، فهو ده اللي بيمثلهم. طب والناحيه الثانيه اللي بيمثلها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش سايب اي تفصيله للصدفه، واخد باله من كل حاجه، مانجيريال وايز، مانجمنت وايز، هو قادر يليد، قادر يمانج، قادر يبني اورجانيزيشن قادره ان هي تكبر وتنمو. مش بس كده، وهيسيب الرولز دي لكل من بعده سايقين بنفس الفكر از مانجيريال مايند سيت، قادر يعمل انتجريشن ما بين كل الكومبوننتس، قادر يبني استراتيجي واضحه، قادر يبني اورجانيزيشن مش بس تقوم النهارده ولكن تقدر تكبر ليتر اون في المستقبل. هو ده اللي حصل في البيعه، وهو ده اللي حصل من قياده ما فيش ابدا زيها في الكون. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قادر يدير ازاي وقادر يقود ازاي، ولسه رحله مكمله، لسه ما خلصناش، احنا لسه عمالين بنتحرك خطوه بخطوه تجاه الهجره. استنونا في الحلقه الجايه نكمل رحله الهجره ولكن بعيون الاداره. شير الحلقه وشير الحكايه وشير البودكاست عشان نقدر نوصل الوعي لاكبر عدد ممكن حوالينا.